سلام صحاباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم غيكون مختلف على الفيديوهات السابقه، يعني ماشي فيديو فيه وصفه ولا شي حاجه، المهم فيه واحد الطريقه الاحتفاظ بالثومه وبسكينجبير طري اليوم ما شاء الله، وحتى كيفاش غادي نحضروا الثومه بودر، خصوصا كنعرفوا ان العيد قرب وغادي نحتاجوا بزاف الثومه في الوصفات ديالنا اللي جايين. وهاد الطريقه هذه كتخلي عندنا الثومه لمده اطول، داكشي علاش كنقول لكم بقاو معايا. بالنسبه للثومه في هذه الوقيته راه كتكون موجوده وكتكون حتى الثمن ديالها رخيص، بحال دابا انا خديت كيلو ب10 دراهم، داكشي علاش قلت انا ضروري غادي ندير هذه العمليه، انني غنرقدها وغادي نوجدها بودر وغادي نشاركها معكم، لان هذه الوقيته كتكون رخيصه، داكشي علاش خصنا نستغلوا الفرصه. ودابا غادي نوريكم الطريقه. بالنسبه للطريقه كما كتشوفوا معايا هنايا خديت كيلو اللي غادي نشدو وغادي نحيد ليه زعما ديك القشره ديالو الفوقانيه، ومن بعد غادي نجيب واحد المهم اناء فاش غادي نرقدها كما كتشوفوا، صافي كنحيدها كنفكها ما كتبقاش هكاك مجموعه وغادي نستعملوها. هنا من بعد ما كملت الكميه كامله غادي نوريكم دابا الطريقه ديال التنقيه ديالها. بالنسبه للطريقه ديال التنقيه راه كتكون صعيبه، ولكن في هذا الفيديو غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي درت لها وجاتني ساهله. هو انني خديت الكميه هذه وكبيت عليها واحد الكميه ديال الماء سخون. الماء سخون يعني الماء غير دافي ماشي سخون بزاف. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا خليتها بحال رقدتها بحال كما كنديروا الحمص، غادي نخليها تقريبا هنا لمده ديال واحد ساعتين. وهنا من بعد ما رقدتها لمده ديال تقريبا واحد 3 سوايع انا خليتها. من الافضل انكم ديروها الصباح وتخليوها حتى العشيه. كنبداو نقيو فيها، كتنقى بكل سهوله، يعني ما كتعذبناش، ماشي بحال ملي كناخذوا الموس وكنبقاو نقشروا فيها، يعني كتجينا العمليه شويه صعيبه. هاد العمليه انكم ترقدوها كما كترقدوا الحمص راها كتجي ساهله، داكشي علاش كنقول لكم جربوها. حتى انا صراحه غير شفتها في فيديوهات وحده اخرى وجربتها وجاتني صراحه طريقه عمليه وسهله. وصراحه انا هاد العمليه ديال انني رقدت الثومه نفعتني بزاف، لان ما خداتش ليا الثومه بزاف في التنقيه ديالها. كنقول لكم جربوها وخاصكم تجربوها، لان الثومه دابا رخيصه، غير اللي ما بغاش يوجد هاد الوصفه اللي غادي نوجد معكم، خصوصا ان العيد قريب غادي نحتاجوها بزاف. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت هذا هو الشكل ديال الثومه، يعني مزيانه منقيه. ما شدت ليش الوقت بزاف. وصافي بالنسبه لهاد القشور كتحتفظوا بهم ولا كديرهم بشي حاجه اخرى. صافي هنا من بعد ما كنكون كملت الكميه كامله. صافي هنايا ضروري خصكم تلبسوا شي ليكات ولا شي حاجه على وديتي يديكم، واخا انا صراحه ما كنعرفش نشقى بالليكات، ولكن درتهم حيت الثومه صراحه كتضر في اليدين، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه. صافي هنا من بعد ما كما قلت لكم كتنقيو الكميه كامله، كتاخذوا واحد البلونش هكا وكتاخذوا الموس وكتبداو ترققوا في الثومه، يعني كديروها رقيقه. يعني حاولوا انكم ترقوها يعني لاقصى درجه باش ملي تجيو تصاوبوها يعني ترقدوها، ولا حتى ملي نجيو نطيبوها، حيت غادي نبغيو ان شاء الله نحمروها باش نطحنوها، غادي تسهل علينا العمليه وما غاديش تاخذنا بزاف ديال الوقت في الطياب. صافي هنايا هذا هو الكميه الاولى، تقريبا واحد نص كيلو اللي نقيت هي الاولى، ومن بعد عاوتاني غادي نكمل الكميه الثانيه. صافي هذه الكميه الاولى غادي ناخذ واحد القرعه وغادي نرقدها فيها. بالنسبه لهذه القرعه، هذه القرعه كبيره بحال هكا نشريت على هذا الشكل هذا، هي اللي غادي ندير فيها الثومه وغادي نخليها مرقده فيها، يعني المده ديال اللي بغيت، يعني المده تقدر تبقى حتى 3 شهور 4 شهور ماشي مشكل، ما تخسر ما حتى شي حاجه. صافي هنا من بعد ما خديت هذيك الثومه بديت كنديرها في القرعه ديالتي. بالنسبه للزيت اللي غنستعمل راه زيت عادي، يعني زيت المائده، ما كاين لا زيت بلديه ولا حتى شي حاجه، يعني كنديروا فيها غير الزيت العاديه. وهنايا انا واحد الحاجه اللي ما تصورت لياش هو انني حتى سديت القرعه وكل شيء، وعاد رجعت تفكرت بانني ما درتش معها ورقه ديال الازير وورقه ديال سيدنا موسى، يعني حتى هما ممكن انكم ديروهم حتى هما كيطلقوا في هاد الثومه وكيجيو المذاق ديالها بنين. راه غادي تشوفوهم في الاخير بانني زدتهم، ولكن في التصوير ما تصوروش. صافي هنايا بالنسبه لهاد القرعه انا هزت ليا تقريبا يطرو ديال الزيت. صافي غادي نسدها مزيان وغادي نخليها المده ديال انكم تبداو تستعملوها غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام. صافي كتطلق. انا الغد لي صباح طالقه الريحه، لان هذا الفيديو صورته شويه شحال هذه، يعني تقريبا واحد 3 ايام هذه. صافي كما كتشوفوا هنايا غنخليها على جنب وغادي ندوزو باش نحضروا الثومه بودره اللي صراحه حتى هي كتجي رائعه رائعه.
وهنا غادي نبداو نحضروا الثومه بودره. بالنسبه للبوطه راني نقصت عليها، وهنا كنحطوا واحد الطنجره اللي تكون ما كتحرقش ولا شي مقله ولا المهم داكشي اللي عندكم. هنايا درت فيهم 250 غرام ديال السميده الغليظه ديال الكسكسو. سميده غليظه ما تكونش سميده رقيقه، لان السميده الرقيقه كتحرق دغيا دغيا وما غاديش طيب ديك الثومه فيها. صافي هنايا بالنسبه لهاد الطريقه راه كتجي عمليه احسن ما كديروها في الفران. هنايا هذه هي الثومه ديالتي، غادي نقص الكميه، يعني غادي ندير غير نصف الكميه. غنطيب بشويه بشويه باش لان المقله ما كبيراش بزاف. الا كانت عندكم مقله كبيره ممكن انكم تضاعفوا الكميه ديال السميده وتزيدوا حتى يعني ديروها دقه واحده. صافي هنا من بعد ما كتخلطوا السميده مع الثومه وكتبقاو تحركوا، يعني التحراك ما كتوقفوا، فتنبقاو نحركوا كما قلت لكم. التحرك ما كنتوقفوش عليه حتى كيبان لينا بان ديك السميده بدات كتحمر، وكيبان لينا حتى اللون ديال الثومه ديالنا، اللون كيتبدل اللون ديالها، يعني كتبان لنا كطيب على هذا الشكل هذا. هنا راني بدلت سباتولا، درت سباتولا ديال الخشب. واخا البوطه راه كتكون ناقصه، يعني خصكم ما تجهدوش البوطه باش داكشي ما يتحرقش وطيب لينا الثومه على خاطرها. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما من كطيب وصافي كنعرفوها بان طابت، راه كتبان لينا حتى قصاحت. صافي كنحيدوها وكنغربلوها. بالنسبه للغربال كناخذوا الغربال الرقيق وكنغربلو فيه، كنحيدو ديك السميده وكتبقى لنا غير الثومه من الفوق. هنا من بعد ما طابت لي الكميه الاولانيه كما كتشوفوا معايا، هنايا غادي نغربلها وغادي ناخذ ديك الكميه اللي شاطت، غادي نطيب بها الكميه اللي بقات ديال الثومه. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا صافي غير كنغربلوها على هذا الشكل هذا. هنا غير بمجرد ما كنغربلوها راه كتحيد ديك الكميه ديال السميده كامله. وصافي غادي نرجعها للبوطه او غادي نرجعها للطنجره وغادي نكمل فيها الكميه اللي بقات لي ديال الثومه حتى هي غادي نطيبها بنفس الطريقه. غنقصوا البوطه وغادي نبقاو نحركوا بشويه بشويه. المهم هاد العمليه ما صورتهاش لان صورت معكم العمليه الاولانيه باش الفيديو ما يجيكمش طويل وممل. صراحه انا كنحاول نقص الفيديوهات ما امكن، لانني حتى انا ما كنقدرش على الهضره واخا راني كنلقى راسي هضرت بزاف. وهنايا من بعد ما كملت الكميه الثانيه حتى هي غربلتها، هذا هو الشكل ديالهم. غنخلي لكم الصوت الاصلي باش تسمعوا التقرميشه ديال هاد الثومه. هنا كناخذوا الطحانه اللي غادي نطحنوا فيها. بالنسبه لانا هاد الطحانه عندي كبيره، يعني غادي ندير الكميه كامله، غادي نطحنها ضربه واحده. نتوما الا كانت عندكم طحانه شويه صغيره قسموا الكميه باش تطحن لكم بسهوله. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنبقى نخلط وكنحبس، كنخلط وكنحبس باش الا كانت شي حاجه لتحت حتى هي كتخلط. المهم هنايا كما كتشوفوا راه العمليه سهله، ما كتاخذناش حتى هي بزاف ديال الوقت. غير هو خصهم يكونوا الماس ديال هاد الطحانه اللي غنطحنوا فيها يكونوا ماضيين، لانكم عارفين بان الثومه دابا هنا راه شويه قاصحه، خص ضروري تطحن مزيان. صافي هنايا من بعد ما طحنات ليا الثومه مزيان، هنايا غادي ناخذ واحد الشبكه وغادي نغرب لها. بالنسبه لهاد الثومه انا خرجت منها جوج اشكال ديال الثومه بودره، الثومه بودره اللي مطحونه مزيان والثومه اللي كتكون هكا غير شويه مهرمشه بحال اللي كنشريو. راه كنشريها صراحه كميه قليله، كنشريها ب 13 درهم، يعني هاد الكميه راه كتكون وفيره وكتعطي بزاف. واهم حاجه ان ريحتها مجهده اكثر من اللي كنشري في الزنقه. واهم حاجه انها ما فيهاش المواد الحافظه. داكشي علاش كنقول لكم جربوا هاد الطريقه، راه غادي ان شاء الله غادي تنفعكم بزاف. ومن الافضل الا كان معكم شي حد يعاونكم في التنقيه وفي التكراد، لان هادشي كياخذ الوقت. وانا صراحه كنت بوحدي شي تقريبا دا ليا بزاف ديال الوقت، ولكن المهم النتيجه ما كتهمش. ملي كتحصلي على واحد النتيجه مزيانه راه كلشي كيهون في سبيل انك تحصلي على واحد الحاجه اللي كتكوني دايرها بيديك صراحه. صافي هنا من بعد ما كنغرب لهم الكميه الاولانيه كما قلت لكم، هذه خليتها شويه هكا يعني مهرمشه. والكميه الثانيه صراحه خليتها بودر باش حتى هي نستعملها ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا عطاتني كميه كبيره. واهم حاجه راه واحد الريحه طالعه، راه ما نقول لكمش. داكشي علاش خصكم تجربوها، ضروري خصكم تجربوها. هذه هي الكميه اللي طحنت بزاف. صراحه هذه الكميه هذه ما كثيراش بزاف، ولكن غادي نديرها في واحد القريعات صغيورين حتى هما عندي كندير فيهم العطريه يعني كيكونوا محكمين الاغلاق. غادي نديرهم فيهم وغادي نبقى نستعمل بوحده بوحده حتى يكملوا. المهم بالنسبه ملي كملت دابا مع الثومه غادي ندوزو للطريقه ديال الاحتفاظ بالسكينجبير، لان السكينجبير الطري كنعرفوا بانه دغيا كيخسر. واليوم ما شاء الله في هذا الفيديو كما قلت لكم غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي ان شاء الله غادي يبقى معكم سكينجبير. خصوصا كنعرفوا بان السكينجبير الثمن ديالو طلع واحد الطلعه صاروخيه، وملي كناخذوه دغيا كيخسر. وهادو هما الانواع ديال الثومه اللي حضرت معكم في هذا الفيديو. المهم راني لقيت اللقطه اللي كنت ضفت ازير وورقه سيدنا موسى لهاد الثومه. صراحه فرحت ملي لقيت راسي انني
صورتها. كما كتشوفوا معايا هنايا، هنايا راه كنحاول نزير هذيك القرعه، يعني خصهم نكونوا مزيرين. وهنايا غادي نزيد الازير ديالنا وورقه سيدنا موسى. صراحه فرحت ملي لقيت هاد اللقطه، ما عرفتش علاش، واخا قلتها لكم فمي، ولكن راه ضروري خص الانسان يشوف الحاجه عاد يديرها. المهم هنايا كما كتشوفوا من بعد ما ضفت ليها غادي نسد عليها وغادي نخليها حتى هي ترقد بهذا الشكل هذا، مع لان ديك ازير ورقه سيدنا موسى كتطلق فيها الثومه وكتعطيها واحد البنه اللي زوينه. وصراحه انا هاد الوصفه هذه عجبتني بزاف، وقلت ضروري خصني نشاركها معكم لانها صراحه سهله، ماشي فيهاش شي حاجه اللي كثيره. وحتى الثومه كما قلت لكم الوقيته ديالها هي هذه، داكشي علاش خصكم تستغلوها مع حدها رخيصه. وهنا غادي نخلي هاد الثومه اللي صوبنا على جنب، وغادي ندوزو باش نحضروا سكينجبير طري. كما قلت لكم عندي ليه واحد الطريقه اللي سهله. بالنسبه لهنايا خديت 450 غرام. بالنسبه لهاد 450 غرام راه خديتها ب 30 درهم، يعني الثمن ديالو طلع، خصوصا انه ولاو كيستوردوه على برا. هادشي اللي قالوا لي الناس اللي قلبت عندهم، وصراحه قلبت بزاف عاد باش لقيته. المهم الطريقه ديال الاحتفاظ به هو انكم كتشدوه كتحكوه في الحكاكه الغليظه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي من بعد ما كنحكوا الكميه كامله كناخذوا حتى هو واحد القرعه وكنضيفوا عليه حتى هو الزيت العاديه، يعني زيت العاديه ماشي زيت الزيتون، زيت المائده. صافي هذه هي الطريقه ديالو. وكما كتعرفوا بان السكينجبير طري كيجي بنين وكيكون فيه الفوائد كثيره على السكينجبير اللي كنشريو هكاك واجد اللي كنكونوا واخدينه من عند العطار وكنطحنوه. يعني هذا السكينجبير هذا راه كيجي كما قلت لكم كيعطي المذاق ديالو في الوجبات ديالنا وفي الاكلات، وفي نفس الوقت الجسم كيستافد منه اكثر على داك اللي كيكون هكاك مجفف. المهم هنا كما كتشوفوا معايا خديت قرعه وغادي ندير فيها الكميه وغادي نكب عليها الزيت. كنتمنى هاد النوعيه ديال الفيديوهات تعجبكم، ولا عجباتكم خليو لي التعليق ديالكم عليها وقولوا لي واش بغيتوني نبقى نشارك معكم بحال هكا، يعني ترقاد الحامض ولا شي حاجه، وطرق الاحتفاظ بهذا الشيء اللي كنستعملو في الكوزينه. المهم هنا كما قلت لكم صافي هنا كبيت عليه الزيت. ما ننساش انني نشكر الناس اللي دخلوا عندي للقناه لاول مره، كنقول لهم مرحبا بكم. وكنقول الناس اللي قدام راه داركم هذه، وكنقول لكم ان شاء الله كثروا لي تعليق في الفيديوهات، لانني ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات مقبله اللي غادي تعجبكم وغادي تنال استحسانكم. ما كنقول لكم غير الدعم ضروري اللي هو اللايك واشتراك بطبيعه الحال، وحتى تكثروا لي التعاليق لانها كتستافد منها القناه. هنايا هذا هو سكنجبير ديالنا هو واجد. المهم كما كتشوفوا معايا هذا هما اللي وجدت معكم في هذا الفيديو اليوم. ها هو سكنجبير طري، الثومه اللي مرقده، ثومه بودر على جميع الانواع، يعني النوع المطحون مزيان والنوع اللي كيبقى غير شويه مهرمش. المهم هذه هي الكميه اللي كتعطينا. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وتخليو لي التعليق ديالكم وتبارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم. ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. كنتمنى ان هذه التحضيرات تكون عجباتكم، وما تنساوش تخليو لي التعليق. اي واحد شاف الفيديو يخلي لي التعليق هو الاولاني، لان التعليق حتى هي مهمه. ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه.